ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما، وكل سنة وانتم طيبين. والسنة الجاية كده ان شاء الله نكون صحبة على عرفات بإذن الله، ويغفر لنا ذنوبنا، وان شاء الله كده نكون عون وسند لبعض بإذن الله. حبيت ارجع لكم بقى بمناسبة العيد الكبير بحاجة حلوة خالص. طبعا مفيش بيت مصري ما بيعملهاش، وهي ايه؟ الرقاق. الرقاق الايه؟ الرقاق الناشف. ماشي. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده، انت ممكن تعملي بنص كيلو دقيق، بكيلو دقيق، زي ما تحبي. وفي منه اللي هو الرقاق الطري. فانا النهارده هعمل لكم الرقاق الناشف، وان شاء الله نبقى نعمل مع بعض الرقاق الطري. بس هو الرقاق الناشف دوت المتعارف عليه، اللي هو بتعصجي له اللحمه وبتعمليه بالشوربه، لان طبعا ما فيش بيت ما بيبقاش فيه اضحيه يعني وكده. واللي ما فيهوش اضحيه بيبقى فيه لحمه. فيعود علينا وعليكم الايام بخير باذن الله. فالنهارده راجعه مع بعض كده ان شاء الله نعمله الرقاق الطري باذن الله، نشوف طريقته. حاجه بسيطه جدا جدا. بدل ما تشتريه من بره، انت بتعمليه على قدك، وبتعمليه يعني انت عارفه نظافته ايه وجودته ايه. فاحنا معانا النهارده نص كيلو دي زي ما انتم شايفينه. انا نخلاه تمام. لو عايزه تزودي اكتر من كده زودي، انت على حسب احتياجك وعلى حسب افراد اسرتك بتعملي. وهو ما بياخدش اكتر من ميه. ماشي. وبياخد ملح بس. حاجه سهله جدا وبسيطه جدا. يعني دقيق، ميه، ملح. الرقاق ما بياخدش ازيد من كده. فهنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا هروح اعجنه وارجع لكم تاني ان شاء الله. بصوا حبايبي، انا عجنت الرقاق اهي زي ما انتم شايفين. ماشي. لازم تكون جامده شويه، ما تكونش لينه، لان كل ما هتبقى لينه معاكي كل ما هتاخد دقيق منك. ماشي. اهو زي ما انتم شايفين اهي. ادي العجينه اهي زي الفل. تمام. هنقطعها بقى ونسيبها ترتاح شويه وارجع لكم تاني ان شاء الله. بصوا حبايبي، احنا قطعنا العجين اهو وسيبناه يرتاح شويه. تمام. الميه اللي احنا حطيناها عليه ميه من الحنفيه مش سخنه، يعني بميه وملح ودقيق فقط. معمول بميه من الحنفيه. ماشي. وحاطين حاجه على النار، هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. ماشي. انا بس حبيت بس ان انا اوصل لكم الفكره، لان مفيش حد ما بيحبوش يعني. العجينه بتاعته بتكون مش طريه، علشان بت ما تاخدش معاكي دقيق كتير. شايفين يا حبايبي؟ الحجم بقى اللي انت عايزاه. ماشي. الحجم اللي انت عايزاه. انا عملت بس عينه معاكم كده، لان انا اصلا يعني ما اللي عندي ما لهمش فيه قوي. فانا حبيت ان انا اوصل الفكره للي عايزه تعمله في البيت. شايفين؟ شايفين؟ ادي الرقاق. طريقته سهله جدا، بسيطه. ماشي. حاولي على قد ما تقدري ترققي. اسمه رقاق، يعني حاجه جايه من الرقه. رقاق. ماشي. انا عايزه بس اوريكم هو قد ايه خفيف. اهو. اهو يا حبيبي. ادي الرقاق اهو. عايزه اعرفكم ان هو سهل وبسيط جدا، مفيهوش اي حاجه. اهو. ادي الرقاق اهو. ماشي. هنروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمله ازاي. دي حبايبي زي ما انتم شايفين طاسه صينيه على النار، لا فيها زيت ولا فيها اي حاجه. لو حطيتي زيت هيلسوع منك الرقاق، يعني دي كده من غير زيت. تمام. حطها من بدري. هنجيب الرقاق ونحطها فيها.
براحتك كده خالص خالص، مش هتاخد ثواني معاكي. حبيت بس اوصل لكم الفكره للي عايزه تعمله في البيت، مفيش حاجه صعبه. هي الرق الطري نفس الطريقه، بس اللي يختلف فيه ان انت هتحطي حبه زيت على العجينه بس، مش اكتر من كده. شايفين؟ مش حاطه زيت، انا مش حاطه زيت في الطاسه في الصينيه. ماشي. سهل جدا وبسيط ومش بياخد وقت زي ما انتوا شايفين كده. وتعملي بقى منه بقى معصج، تاكلوا منه باللبن. بصراحة هو حلو، انا عن نفسي بحبه، بس معايا اشخاص ما بيحبوش. فبدأت فيه النقطة ايه الحمراء اهي، اهي النقطة الحمراء اهي، شايفين؟ يبقى معنى كده ان هو داخل في السوا. بصوا بيقب اهو. سامعين؟ اهو. اهو. حاولي ما تسيبوش على جنب واحد، لان لو سبتيه على جنب واحد هيتحرق. فانا زي ما انتوا شايفين كده كل شويه بتقلبيه طالما النقطه الصفراء دي بدات فيه، يبقى هو خلاص كده قرب ايه يستوي. بصوا قابب اهو، اهو بيقب اهو. شايفين الطرف ده مقابب ازاي؟ اهو اهو كده. خلاص تمام. اخلص بقى كل الكميه وارجع لكم ان شاء الله. حبايبي خلصنا كده الكميه الصغيره بتاعتنا. طبعا انت بتعملي الكميه على حسب ما انت عايزه. فخلصنا الكميه، ما خدتش حوالي ربع ساعه، لان ده كان نص كيلو دقيق. انا بس حبيت ان انا اوريكم الفكره، لان بيبقى عندي معظم اللي عندي مش بياكلوه. فانا حبيت ان انا اوصل لكم الفكره ازاي تقدري تعملي الرقاق الناشف في البيت. ماشي. في محلات كتير بتبيعه، بس انت في البيت عارفه انت عامله ايه والدقيق ازاي والميه ازاي والحاجات دي. هو ما بياخدش حاجه، ميه ودقيق وملح بس وخلاص. ماشي. فزي ما انتم شايفين كده، شايفين؟ ايه رايكم؟ بجد ما خدش مني ربع ساعه. جميل جدا اهو. هتفردوه بقى على حاجه، على الرخامه. ماشي. تفردوه كده اهو. طبعا انتوا سامعين الصوت، هو بدأ يخش في النشفان اهو. اهو اهو. ايه رأيكم؟ تفردي كده على الرخامة. ماشي. زي ما انتوا شايفين، روعة 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 بجد، تحفة. بتسيبيه بقى ينشف كده، وتيجي طبعا تعمليه بالشوربة، وتعصجي اللحمة، بتبقى هي بتاعته تحفة تحفة. هعمله لكم ان شاء الله، بس انا حبيت ان انا اعمله لكم كده زي ما يعني زي ما عملته، بحيث ان البنات الصغننين يعرفوا يعملوه. عايزه تشتريه جاهز، عايزه تعمله جلاش، عايزه اللي انت عايزه اعمليه. انا حبيت ان انا اوصل الفكره بتاعه الرقاق الناشف اهو. قرب ينشف اهو. ماشي حبايبي، قول رضاكم ان شاء الله وتجربوه، ويبقى عيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله، ونكون كلنا كده على جبل عرفة ونسأل المولى عز وجل المغفرة والتوبة. وايه تاني؟ حاجات كتيرة قوي يعني بنطلبها من ربنا، ان ربنا يبقى كده معانا ونكون كلنا عند الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. واتمنى اشوفكم على خير باذن الله، واطلب منكم ان انتم ان شاء الله ترفعوا لي الفيديوهات بتاعتي باللايكات والمشاهدات. مش عايزه اكتر من كده. اما بتحطي لايك على الفيديو
غيرك وغيرك وغيرك بيشوفوه. واتمنى ان الرقاق الناشف اهو قرب ينشف اهو، سمعتوا؟ اهو قرب ينشف، احنا لسه ما قفلناش، بصوا اهو اهو قرب ينشف اهو. اتمنى ان شاء الله يعجبكم من رضاكم، واشوفكم على خير حبايب مطبخ عزة واكلاتها المصرية. وكل عام وانتم بخير حبايبي، وندعي كده لبعضينا بالخير دايما. وبترجاكم ان شاء الله تشوفوا الفيديوهات بتاعتي وترفعوها باللايكات. اشوفكم على خير حبايب مطبخ عزة واكلاتها المصرية. مع السلامة حبايبي.